علامات الخطر كتكون موضوعة قبل الخطر اللي كتعلن عليه. هي إشارات متقدمة كنوجدوها موضوعة على بعد 150 متر خارج التجمعات السكنية وعلى بعد 50 متر في التجمع السكني. العلامات الصغيرة الموضوعة تحت الإشارة كتعلن عن المسافة الفاصلة عن الخطر أو عن امتداده. علامات الخطر كتنبه السائق باش يحتاط. من الواجب عليا نقص من السرعة ولا السياقة ديالي على حساب طبيعة الخطر. البنية، الشكل وحالة الطريق كيمكن تشكل خطر في بعض الحالات على مستعملي الطريق. الخطر يمكن يكون على شكل منعرج على اليمين ولا منعرج على اليسر ولا منعرجات متابعة أولها على اليمين أو منعرجات متابعة أولها على اليسر. من الواجب عليا نقص من السرعة ولا أمهل الرؤية والصعوبة انعطاف المنعرج. طريق ضيقة كتشكل خطر خصوصا عند التقابل أو التجاوز. طريق يمكن تضيق من الجهة ديال اليمين أو من الجهة ديال اليسر ولا تصبح ضيقة من مكان محدد وكتسمى طريق ضيقة على مسافة محدودة. هاد العلامات كتعلن على أن عدد الممرات غيتقلص أو أن عرض الطريق غادي يضيق. كتصبح الطريق كتزلق في الشتاء ولا عند سقوط الثلج ولا لأسباب أخرى كتشير ليها العلامات الصغيرة. التحام العجلات مع الطريق كينقص بشكل كبير. هناك خطر انزلاق العربة ومسافة الحصر كتصبح طول. من الواجب عليا نقص من السرعة بالضغط على الحصار بشكل تدريجي. الوهدة كتكون على شكل طريق محفرة والحدبة على شكل جزء مرتفع من الأرض. بسرعة عادية وجود وهدة أو حدبة على الطريق يمكن يتسبب في هزة قوية ونقصان التحام العجلة بالطريق. عند رؤية هاد العلامة نقص من السرعة باش ما تكونش الهزة شديدة. في بعض الحالات حدبة الطريق أو مخفض السرعة يمكن تكون موضوعة عمدا على الطريق خاصة في الأماكن اللي يمكن كتشكل خطر كخروج الأطفال من المدارس مثلا. الهدف منها حث السائق باش ينقص من السرعة. الطريق كتكون أحيانا غير مستوية، الشيء اللي يمكن يشكل خطر. الخطر كيعلنوا عليه إلى تعدى المرتفع أو الهبطة ب10%. السير على مسافة 100 متر غنخافض ب10 الأمتار. من الواجب عليا نقص من درجات السرعة تدريجيا باش نجتنب ارتفاع حرارة الحصار في الهبطة والإراحة المحرك في الطلعة. عند رؤية هذه العلامة لازم نرد البال. يمكن يكون هناك خطر تساقط الأحجار ولا يمكن نوجدها على الطريق. وجود الحصى أو الماء على الطريق كيشكل خطر على مستعملي الطريق لأنه يمكن يؤدي لنقصان التحام العجلة بالطريق. ما نتوقفش في هذا المكان. من الواجب نسوق بسرعة معتدلة باش الحصى ما يطيرش لا على مستعمل الطريق اللي كيتبعني ولا على مستعمل الطريق اللي موجود قبالتي، ونقصان التحام العجلة بالطريق وباش ما نرش الراجلين. بعض الأخطار كيصعب نشيروا ليها برمز وكنشيروا ليها بهذه العلامة. في بعض الأحيان نوع وطبيعة الخطر كيكونوا محددين في علامة صغيرة. الطريق غتصبح في حالة سيئة. من الواجب عليا السير بسرعة معتدلة. جميع العلامات الأخرى هي إشارات متقدمة. من غير علامات السير في الاتجاهين هي إشارة وضع. هاد العلامة كتعني أنني غنخرج من طريق باتجاه واحد وأن حركة السير غتصبح في الاتجاهين بزوج. هاد العلامة كتشير لمنطقة بها رياح جانبية شديدة. من الواجب عليا نقص من السرعة ونمسك بشدة مقود العربة باش نتجنب الانحراف على المسار ملي نعبر هاد المنطقة. من الواجب نرد البال. أشياء كطاير بفعل الرياح يمكن لي نوجدها على الطريق. على الصورة هاد العلامة كتعلم على أن الطريق كيؤدي لميناء أو الضفة. من الواجب رد البال لأنه من الممكن ما نميزش ما بين الطريق وسطح الماء خصوصا بالليل وفوق الشتاء. هاد العلامة كتعلم بأني قربت من منطقة فيها أشغال. طريق فيها أشغال كتسبب إزعاج لحركة السير وفي بعض الأحيان كتشكل خطر على مستعملي الطريق وعلى العمال اللي في الطريق.
بعض علامات الخطر كتعلن على أماكن كيترددوا عليها مستعملو الطريق الآخرون، كممر راجلين، مكان يرتاده الأطفال، مثلا خروج من المدرسة أو قرب ملعب رياضي، خروج الدراجات والدراجات النارية. من الواجب عليا نقص من السرعة، وعند الضرورة نسمح اللي جايين بالمرور. وجود حيوانات أليفة أو متوحشة في الطريق كيشكل خطر على حركة السير. من الممكن يظهروا بلا ما نكونوا كنتوقعوهم، لازم ما نستعملوش المنبه الصوتي باش ما نفزعوهمش. العلامة الأولى اللي كتحمل رمز القطار كتعلن على وجود ممر على السكة الحديدية بلا حواجز. العلامة الثانية اللي كتحمل رمز الحواجز كتعلم على أن الممر محروس. الممرات الحديدية كتشكل خطر كبير بالنسبة لمستعملي الطريق. قبل العبور من الواجب عليا نتأكد أن الممر آمن. عبور منطقة جوية كيشكل خطر. من الواجب عليا نوقف عند إقلاع أو نزول الطائرة. علامات الخطر اللي كتحمل رمز جسر متحرك كتعني أن حركة السير يمكن تنقطع باش تسمح للسفن والقوارب يدوزوا. في بعض الأحيان يعلن عن وجود الإشارات الضوئية بواسطة هذه العلامة. هاد العلامة كتستعمل باش ما يتفاجئش السائق بوجود إشارات ضوئية اللي كتكون موضوعة في مكان ما ظهرش، مثلا عند الخروج من المنعرج أو على طريق كتكون فيها حركة السير كثيفة.